عجوز وقديم راح ماسك الظهر وبص لابو رشا بصه حرقوا بيها. قام قايل له انت ما تعرفش ان انا ابن الدباره؟ وارمي يا عم طبعا والدباره اتزعرت في الطاوله. الواد عادل محزمني ولا ايه يا مان؟ عيب يا بوسي يلا ده انت ابن الدباره. دبارة يا خرب جيبك يا عادل. تعبت الدباره دي يا طب. دبارة 1 2 3 4 دوسة 2 وادي 2 درج 3 و4 جبش 3 وابو ربيع دش 4 جرحوني وقفلوا لك زخانات. تعال مش حبيبك بتقطع. لا كده ازعل. راح فين؟ حنته لغايه البيت ورد تاني. محبوسه يا بوسي. اللي انت عايزه. محبوسة عادة كلبهار 31 مغربي يهودية. انا جاي ادمر. هادي يا كداب. شو ايه يا نونا؟ قابل يا شونا. لا 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 يا نونا انتوا كتير كتير. ده انا وبوسي بس وهناخد طبل من القهوه. الواد ده مش معانا. الذبيحه. ما انتوا المرة اللي فاتت برضو قلتوا شوية جرى ايه؟ يلا يلا يلا. ايه رايك بالذبيحه دي يا طب؟ قوم بقى يا اخي. طب 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 مش فاهم ايه مت.
شوف يا حب، أنا أعرف طبل من 10 سنين أو أكتر شوية. من أول ما عرفته عمري ما حسيت إنه غريب عني. سهرنا مع بعض وشربنا ولفينا. النهارده بس في القهوة حسيت إنه واحد تاني، واحد غريب عني ما أعرفوش. كسفت منه، كسفت من ضحكته، مع إن عينيه كانت مغمضة. حسيت إنه حاطط عينه جوه قوة، والعين دي محدش شايفها. عين غريبة هتاكل صدري أكل. هو ده الموت يا حب. مش عارفة هقول لعيلته ازاي. هو طب ليه عيلة؟ عيلة، طبل من عيلة محترمة، وكان ليه بيت ووظيفة، وبيرجع بميعاد وبينام بميعاد. ولا كنت فاكرة شيطان؟ أيوة، بس الكلام ده من 10 سنين، من يوم ما خرج طبل ما رجعش تاني، وساب بيته ومراته وبنته، وعاش في الشوارع والقهاوي والغرز. انت تعرفي بيته؟ يعني تعرفي مراته؟ بنته؟ شفت بنته مرتين 3، بس هي ما تعرفنيش. مش الواجب إني أبلغهم؟ أيوة الأصول كده. بس طبل ما كانش بيجيب سيرتهم خالص. يمكن مرة كان فيها سكران قوي، وانتي عارفة طبل لما كان بيتقلها قال لي إن مراته وبنته رموا توبته من يوم ما طفش من البيت. حاولوا معاه مرة و2، ولما ملقوش منه فايدة نسيوه وحسبوه من الميتين. لا بقوا يسألوا عنه ولا هو بقى يسأل عنه. أيوة يا حب، بس دلوقتي طبل مات بجد، ودول برضو أهل وجايز ليهم تصريفة في الراجل بتاعهم. اسمع، ما تخلي نونا ولا بوسي ولا عادي يروحوا يبلغوه. مش دول أصحابه وكانوا ليل ونهار مع بعض؟ وهم دول ينفعوا غير في الشرب والقمار إيش حل لو ما كانتش جلابيتك لسه مقطوع؟ لا احنا كنا لسه رايحين، بعدين طبل قلبها حزين. اسمع، أحسن طريقة تبلغيهم بيها هي النكتة. نكتة؟ احنا هنهزر يا شوقية. وما نهزرش ليه؟ اللي خلى طبل نفسه مات وهو بيضحك. انتي تدخلي عليهم وتقولي لهم عن جارك ومراته اللي سافروا وسابوا لك الكلب بتاعهم امانه في رقبتك، وهم مسافرين هرب منك الكلب فخبطته عربيه، مات الكلب. بعت لهم جو وقلت لهم فين الكلب مات. قاموا رجعوا بسرعه من السفر ولموكي على الخضه اللي خضتيها له، وفهموكي ان كان ممكن تبلغيهم خبر الموت بطريقه احسن. ازاي؟ اول جواب تقولي لهم في الكلب عيان، تاني جواب الكلب نزل يلعب في الشارع، تالت جواب الكلب مات. بس فانتي تقولي لهم طب نزل يلعب في الشارع. حسبي يا بت، شكتيني. هو فعلا نزل يلعب في الشارع، وعشان ما كانش ليه في الشارع نزل ما رجعش تاني. دقيقة واحدة. مين اللي بره؟ بابا مات. ايوه يعني مين اللي بره؟ حد من طرفه. اخيرا.
عمري ما تخيلت إنه ممكن يموت كده فجأة لوحده في الشارع. ليك حق تطفش من وش القرشانة دي. هيسابونا تطفش العفريت. ايوه لازم نبلغ عمتك وخالك، بس مش عايزين نعمل شوشرة. خلينا نحافظ على صورته القديمة. فين السنتين الدهب؟ كنت لسه هنا موظف محترم، سنانك كلها كاملة. فاكر الخناقة اللي سنتينك طاروا فيها من كام سنة؟ 7 سنين 8. كانت فين يا حب الخناقة؟ في الإباجية. قلت ساعتها إن كعب سنجة فلت وكسر سنانك، ونونا قال إنها كانت علقة موت، وغمزلي وقال لي بقي شوفي جسمه هتلاقيه متشرح كله، وغمزني تاني وقال لي مش انت عارفة جسمه كويس. لا مؤاخذة يا أبلة، أصل طبل هنا كانت سنانه كاملة، هو بعد كده ركب سنتين دهب. بابا اسمه الأستاذ منير رسمي. أسفة الاسم اللي بتقوليه ده هو اللي اختاره لنفسه، ونفسي أدفنه بشكل محترم عشان الناس تفتكره زي ما كان من 10 سنين. سيرة طبل المتشرد القماشي دي لازم تتنسي خالص عشان ترجع تاني سيرة الأستاذ منير رسمي، الموظف الكبير المحافظ. أظن من حقي مش كده؟ من حقك يا أبلة. حاجة كمان، يا ريت تحتفظي لنفسك بأي ذكريات كانت بينك وبينه أو تعرفيها عني، وأرجو إنك ما تقوليهاش لحد. لا طب انا معاك ان الحياه يبقى من ميت، بس ايه يا نون ناوي على ايه؟ هو انا يا جدع ده طب عاوز ايه؟ عايزنا نبيع السنتين الدهب، بيقول حرام يتدفن بيهم، واصحابه حبايبه اولى بتمنهم. ما تبصليش اهو. بص بيضحك اهو. وش شمال الشارع اللي جاي. جورج هنلاقيه فتح. والله انتوا عيال ساو. فاجر يا طبل. ايه الموت ما هدكش اليوم ما اشبك يا نونا. مش لاقي حاجه، دول بان عليهم شحط في السقف.
اهو. بس جامد. ده مصدي باين. يا ده الدهر ما بيصديش. ده بيصدي في بق طب. لا اعلنونا بلاش تهور. ايه يا بوسي، ده بالراحه دي، نطر خفيفه بس. قشط عليك يا نونا، لا جراح ورئيس قسم. قشط، جورج فاتح اهو. مساء الفل يا جورج. شوف لنا السنتين يقطعوا كام. معاك فاتورة يا نونة؟ الله يسامحك يا جورج. ما اقصدش يا نونة، بس انت عارف. شوف بس يقطعوا كام الأول. دول بتوع طبل. دول يا نونة ما يقطعوش حاجة. ازاي؟ عشان دول سنتين حديد، وانا اللي طاليهم لطبل بالدهب. يعني ايه؟ صدقني يا نونة، السنتين حديد. انا راجل كبير مش هكدب عليك. بص يا نونة، بص. انا قلت بق طبل ما يجيبش دهب. طب وعشان خاطر نونة؟ طبل لما جاب لي السنتين كان المفروض يدفع 25 جنيه تمن الطلي والمصنعية، وطبعا طبل ما دفعش حاجة. وعشان خاطر نونة أنا هدفع لك 50 جنيه. ينفع يا نونة؟ ينفع يا جورج. نونة، بالمناسبة هو طبل فين؟ طبل مات. ها؟ لا طبل كده. بتهزقني مع الراجل؟ حديد، السنتين حديد يا طبل. بتضحك عليا؟ بتضحك؟ امال ايه الحياه بقى من الميت؟ يعني انا مش ممكن اعملها معاك دلوقتي كده اهو. طب اخد 2 صليب روج وامشيهم ببق براندي واعملها معاك يا طب. خلاص بقى. اوعى بوس، قعد شهر لعبت كمان السنتين وفي الاخر يطلع حديد. خلاص يا بابا، مش هتقدر تعمل فضايح تانية. الموت هيجبرك على الحشمة والوقار. مفيش أقسام بوليس، مفيش سكر، مفيش مطاوي، مفيش قمار، مفيش نسوان، مفيش أصحاب. انت دلوقتي ساكت مستني غصب عنك جنازة محترمة وكلام محبة نقوله على روحك.
ماشي. بعد الفيلم ده خدت كام من جورج؟ خدت كام؟ انت الحقني يا طارق. هي دي اللي سبت ماما عشانها؟ ماما برضو هتعرف تعيط عليك. هدفع 10 جنيه. 10 جنيه كويس. طب 15 هجرة. مين ده؟ انا اللي بشيلها الفوط. تعالى بعد اسبوع فلوسك وصلت. شوية عندها ميت حداد يعني. في شغل قبل اسبوع. انت مالك انت؟ اشتغل وقت ما احب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يخرب بيتك ربنا ينتقم منك. يا لهوي يا لهوي يا خرابي. بص مش عايز اسمع صوتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. تعال. مش انت اللي قلتي هبطل شغل اسبوع حداد على طب؟ ايه بقى اللي حصل؟ ها؟ رجعت في كلامك؟ ولا هو كيف؟ انت مالك انت؟ اشتغل وقت ما احب. هات ال 20 جنيه. مش طبل ده اكلتي معايش ملح؟ ولا هو كلب وراح؟ قاعد يضحك انت وطبل في يوم واحد. ان شاء الله تحصلوا انتوا المواضيع بتوعك. لفلنا جوانين نشربها. مش عيب عليك وانت راجل زي الشحط كده تاخد عرق نسوان؟ هات ال 20 جنيه.
فين السنتين الدهب يا نونا؟ خسرهم من يومين في القهوة. انت عارفة طب كان بيخسر يلعب على أي حاجة. وانا حلو. ابو رشا، انت لحقت تبيع صاحبك؟ ده انتوا صحاب حوش. قوم ادخلي اوضتك. بغلة سفة. مساء الفل يا عدول. يا ابو راشد. هناخد طبل امتى؟ مفيش طبل. يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده. عادل، انا راجل حنوتي وعمري ما اشتغلت مقاول ميتين، وانت عارف انا ما قفشتش في الشغلانه دي الا عشان خاطرك. بص وراك، دي عربيه بنت. بنت؟ طب ايوه طب. تلعبش بيها يا عادل. العيال التلامذه بتوع الطب مستنيين الجثه ودفعونا نص المبلغ. انت 100 وانا 100، وانت وعدتهم تودي لهم الجثه لحم وعظم لغايه المشرحه ونقبض بقيه المبلغ. ايه اللي حصل بقى؟ طلعت منين بنته دي؟ ما انا زيك معرفش طلعت منين. المهم اللي هي جوه دلوقتي ومعاها دكتور هيطلع شهاده وفاه، وهتاخد طبل معاها على بيتها، هتدفنه زي ما هي عايزه. والفلوس اللي اخدينها من الناس على يدك يا ابو راشد. هنعمل ايه؟ طبل اللي كنا فاكرينه من يومه على دراعه طلع من عيله محترمه. يعني هترجع 100 جنيه؟ رد لهم انت ال100 بتاعتك. و100 بتاعتك. انت مالك ومالي يا ابو راشد؟ هقول لك، ابعتهم لي وانا هتكلم معاهم. دي عيال متعلمه وذوق، هتقدر. هتنصب عليهم يعني. ما تغلطش، انت راجل كبير. عليا طلاق. انت هتحلف عليا وانا مراتك؟ اتك على الله، اتك على الله بدل ما اعملها معاك. من فضلكم ممكن اتكلم مع الدكتور لوحدي؟ ايوه. انتي بنته. والدك هو كان، انا اسف، مجنون تقريبا. ايوه دكتور، ايه سبب الوفاه؟ اوفر دوز. ممكن يكون سبب الوفاه في شهاده الوفاه سكتة قلبيه. ممكن.
مش كانت تنفع اي بدله من دول؟ لا يا ماما، كلها بدل قديمه. يا سلوى التكلفه اللي في دماغي دي ما نقدرش عليها دلوقتي. مش لازم جنازه فخمه، المهم تكون محترمه معقوله يعني. اطمني، انا عامله حسابي، واي مصاريف زياده انا اللي هدفعها. ثم اللي انا بفكر فيه هو العادي، العادي جدا. تفتكري منير يستاهل كل ده؟ ماما، منير رسمي كان ابويا، ومتهيألي انه كان اب مثالي ليا، وكان برضه زوج مثالي ليكي. يمكن في وقت حسيت اني كرهته، خصوصا لما كنت بتحايل عليه يرجع، وهو كالعاده ما كانش رد عليا غير بضحكه سخيفه خشنه. بس ما عرفتش اني ما قدرتش اكرهه الا بعد ما مات. ماما، لازم تنسي ال10 سنين الأخيرة من حياة منير رسمي عشان الناس كمان تقدر تنسى. كل إنسان ليه نزوات، بس بابا كانت نزواته طويلة شوية. نزوات راهب أو قديس.
انت رايح الشغل؟ ايوه. طيب بص بقى، دي جرايد اهرام اعداد قديمه، عايزاك في الشغل تقعد تنقي من صفحه الوفيات صيغه معقول الاعلان وفاه عشان بابا. وادي الصوره. عاطف ما يهمكش المساحه، المهم انك تنقي حاجه معقوله تليق بمكانه بابا. مكانة بابا؟ هو كان ايه اصلا؟ انا عارفه انك ما بتحبوش عشان كان بيحتقرك، وكان دايما يقول عليك خنزير محشي قطط ميته. سلوى. ما انت ما تفتحنيش وبعدين تقول لي سلوى. خلينا نخلص الاجراءات واحنا ساكتين. خلاص هتعدي بعد شغل على الاهرام تخلص موضوع الاعلان. هما كمان في جورنال عندهم صيغ ومقاطع جاهزه ممكن تختار منها. ومادام هم عندهم صيغ ومقاطع جاهزه وممكن اختار منها، ايه اللي يخليني اشيل كل ده معايا؟ ما انا اروح على الاهرام على طول واختار من هناك. تفتكر كده؟ افتكر قوي. طيب صباح الخير. صباح الخير. مدام سلوى؟ ايوه انا عماد مشرقي دكتور السنان. اهلا اتفضل. انا طبعا شرحت لحضرتك الحاله في التليفون. مفهوم يا فندم. السنتين دول تركب 2 مكانهم. حضرتك عايزاهم عظم ولا معدن؟ لا معدن، لا عاوزاهم عظم زي الطبيعي. انا اسفه، اصل دكتور بابا شقي شويه، اسنان المعدن ممكن يبيعها او يطليها ويبيعها لانها ذهب. مدام سلوى انا كنت فهمت مع حضرتك في التليفون ان الاستاذ منير رسمي يعني. ايوه يعني الاستاذ منير توفى. ايوه بس هو يقدر يعمل حاجات كتير. اتفضل يا دكتور. عاطف هتكلمني من الجورنال تقولي اخترت ايه. اتفضل. يعني ما هو اللي بتعمله سلوى ده برضه مش من فراغ، مش بيت المعادي زي ما هو وهي اللي هتورثه. خلاص بقى تصرف شويه بفخفخه على جنازته، مش هتفرق معاها كتير. بس مش غريبه يا وديده ان طبل طول ال10 سنين ما فكرش مره يبيع البيت؟ طبل اشهر امارتي درجه ثالثه، بطريرك القهاوي والشوارع، اللي كان يبيع هدومه واسنانه على بول الطاوله. ولا غريبه ولا حاجه. فكرك سلوى كانت هتسيبه يبيع البيت؟ طبعا كانت هتحجر عليه. بس هو ما حاولش يبيع البيت، ده اللي انا بتكلم فيه. منير ما اتجننش للنهايه وفضل فيه، متهيألي غصب عنه. شيء من النبل الحقيقه على طريقه رجال الدين. هو يجيب كام دلوقتي؟ هو ايه؟ البيت بالموقع الممتاز ده مش اقل من 600,000. يبقى ولا حاجه لما تصرف لها 5-6,000، وهو في الاخر برضه في وشها ابوها واخوكي. مش خساره الحاجات الغاليه دي تروح للدود؟ صاحب المحل وانا بشتري البدله قال لي مبروك يا بيه، لو يعرف البدله دي هتروح فين. ولسه عمته لازم نجيب الصندوق من عند سمعان. لو ايه، مش صندوق خشب ورد ب200 ولا 300 جنيه، لا صندوق من خشب القرو ب1000 وشويه، و3 عربيات ليموزين عشان الموكب يليق بمكانه الاستاذ منير رسمي. الفلوس عمتها. كل ده معقول ماشي، من حقها، هي اللي بتصرف، بس ما كانش في داعي انها تجيبه البيت. ده هيفكر الناس والجيران بكل اللي كان بيعمله، وده مش كويس. قلت لها كفايه اعلان في الاهرام، القداس في اليوم الفلاني، والجنازه تطلع من اوضته اللي كان عايش فيها، وتعمل اللي هي عايزاه من هناك، ليموزين وصندوق قرو. لكن تقول ايه؟ انا لازم يطلع من بيتي. بيت ايه يا ام بيت؟
هو ده البيت. ايوه هو. كل ده بيت؟ اه ده كبير قوي. طلع ابن ناس على حق. يعني كان لازم تسكر النهارده. ما انت عارف حركات طبل، مش يمكن ما ماتش. ايوه حركات بنت عشان ترجعه للبيت تاني. شكلها خبيثة، ممكن تعمل حاجة زي كده. اه حتى اسالي عليه. خلاص من حصل لما جابت الصندوق ابو علي. مين دول يا احنا قلنا نبص على طبل بصت يوم اصحاب. قصدي الاستاذ منير. ما كفاهمش اللي عملوه، جايين برجليهم لغايه هنا. تعالوا ورايا. انت ازاي تدخليهم عليه؟ وفيها ايه؟ يا سلام، ده انت غريبه جدا. اهدى يا عاطف، ما حصلش حاجة. دول برضه اصحاب اللي عاش معاهم سنين ومن حقهم يودعوه. اصحاب السوق. ما بقاش يهم يا ماما دلوقتي. ممكن يسرقوا حاجه من الاوضه، شكلهم حراميه. هو في حاجة واحدة بس ممكن يسرقوها. ايه هي؟ طبل. طبل؟ انت بتقولي زيهم الاسم الحقير البلدي ده؟ اسم مش بطال. مش كده يا خالو؟ اتجننت زيه. مش ابوها؟ ما هو برضه اتجنن كده على غفله. طبل. دي مش حية. لا انا هي ويمكن اكتر منها شوية. سامعين؟ بيضحك دلوقتي، فضل مكشر لغايه ما جم القلاطيش بتوعه. قعدوا يا بوسي، خليه يشوفنا. ايوه يا عم، سنان كاملة وبدلة جديدة ودقن محلوقة. عملوا لك عمرة. ده زعل، يمكن متضايق من اللبس الجديد. اديله يا بوسي بقه براندي، تلاقيه بقاله كتير ما شربش. جدع ده عادي، هو ده اللي هو عايزه. انت برضه جبتها معاك يا ابني؟ احنا جايين ميت. كان ايه اللي يحصل لو بنته دخلت علينا دلوقتي؟ عديه يا عم نونا، الناس لبعضيها. ما طبل ما ماتش اهو وزي الفل. طب فك له الكرافته اللي خانقها الاول. عندك حق يا نونا، هي الكرافته اللي مخليها مش عارف يشرب. بدله ضايقه عليه. مش خساره بدله جديده زي دي تروح للدود في التراب. كلمتك يا طبل اللي كنت دايما تقولها، الحقيقه من ميت. افتح عادل الشباك، الاوضه كاتمه زي التربه.
مفيش هنا نور. حاسب بقى ما تكسرش الدنيا. طب هاخد الجاكيتة دي. اديله الاول الهديه بتاعته. ايوه عندك حق. ايه رأيك؟ حلو ها؟ العيله باين عليها بخيل. مش في حاجات بتقدم في الميت، حاجات خفيفه، حاجه تتاكل، حاجه تشرب. خد لك بق. مش عايز اشرب دلوقتي، بطني فاضيه. جربت انا وإن الحجم ده. مين دي؟ دي اخت طب. مش دي اللي كانت قاعده بره؟ دي تخينه قوي. مين قال لك؟ تعشى على عشا. لا، اللي انا بفكر فيها دلوقتي حبة. دلوقتي طبل راح، حبة لوحدها، وانا عايزها، وانت عايزها، وانت عادل عايزها، وهي بتقول ما تقدرش تتصرف في نفسها لما نسأل طبل. ايوه بس دي الغالية، دي مش سنتين دهب ولا بدلة جديدة ولا جزمة بتلمع، ده حبة. انت عارف طبل في الحاجات دي. ما انا قلت نأجلها شوية لما يسكر ودماغه تلين. قوم انت بس اديله جرعتين حنان ويبقى زي الفل. يا ابن الحرامية، الطقم كله، انت قلت جاكيتة بس، انا عايز الجزمة. مش هينفع بوسي كده، الطقم كامل، خليك جدع. شفت انا قلنا الطقم ده اعور بيه البت شوية كده. انت هتعورها. ما تجرحنيش يا نونا، انا كلي خرابيش. طبل، انا كنت بقول يعني ان حبة دلوقتي لوحدها. كنت بقول يعني لو طب ما انا قلت لك بلاش يا طبل يا مر. ايوه كده ترعل على طول، دي عيال سو. ايه هتورثوا بالحياه؟ الراجل دمه لسه ما بريتش، راعي ربنا بقى. خلاص يا طب، الموضوع ده مش هيتفتح تاني، بس احنا عايزين الليله دي نسهر مع بعض، سهرة الوداع. ولا انت عايز تقضيها في الصندوق الخانقه ده؟ ايوه كده، شويه اجرام بقى. الناس اللي بره احنا مالنا ومالهم؟ احنا هنزوق بطبل من البلكونه ساعتين ولا 3 نرجعه زي ما كان. على البركه. يلا يلا. ده مش قادر يمشي. معلش شرب كتير. على 200 بس. بنتك بخيله يا طب. انت بتشرب بطريقه غريبه قوي النهارده يا طب. سيبه يا نونا، ده نصيبه يشربه زي ما عايز. هايم والله لو هتجيبوا في داهيه. انتوا مش عارفين مين يا كلاب؟ انا هبطلكم السواقه يا سيع. الحق يا بوس، هو لا هي بتاخد نمرة العربية. نمرة العربية؟ طب وليه؟
انت هتعمل ايه؟ ما تخافيش، انا جايب لك اللوحه كلها اتاخد النمر غلط. دي اضمن، خدي تخافيش. ميرسي. سامعة؟ بيضحك. ده طب صاحبي ما بيضحكش كتير، مش اي حد يضحكه، انا بس اللي اقدر اضحكه. غياوي. ميرسي. زي ليلى علوي. ميرسي. خدوه سرقوا ابوك يا سلوى. ازاي؟ هربوا بيه من البلكونه. ارتحتي؟ او هرب تاني؟ لازم نبلغ البوليس. هتقول لهم ايه؟ واحد خرج مع اصحابه كده بالبساطه دي، وكل الترتيبات اللي احنا عملناها، نعي في الجورنال وصندوق قرو وعربيات جنازه والهدوم الجديده وتركيب السنان، كل ده يجوا هم ياخدوه على الجاهز؟ احنا عملنا اللي علينا، بس طبل مش عايزنا، عايز صحابه. كل اللي ممكن تعمله دلوقتي في التليفون انك تتصل عشان ترجع عربيات الجنازه وصندوق القرو. عندي فكرة، ما تخلي الصندوق للعيلة، يمكن أي حد فيكم يموت كده على غفلة. أنت، ماما، عمته، خاله. أو أنتي. ما يتهيأليش عمته النهاردة لما أموت أتحط في صندوق. طب داعم العب معاكم. انت تاني؟ هو انت اي حاجه فيها لعب تيجي على طول؟ ايوه العب معاكم وابوظهالكم. انت عارفه الطفل اللاعب. طبلة علماني من شويه. طبلة ولا بصراحة. يلا يلا. الله، هتموت تاني يا طب. ما تقولش كده يا عم نونا، هو بس تقل في الشرب. اتخضيت يا جدع، افتكرته مات. يلا بقى. اوه جايين.
نون غلط. مش نون يا طب؟ بوسي غلط. غلط. كماشة يا بنت الرفضي. كده يا طب سيب الصيع دول يفهموني ويعملوا فيا كده الضفر الناعم. ها كمان بتصفر؟ ما انت اللي معلمهم الوساخه وقله الادب. لازم تصفر. سفله ما بتفكروش الا في الحاجات دي. خلاص تعالى يا شوقية، بلاش الدف اللاعب، هنلعب سقف البحر. خلي طبلي علمها لك. ده مش لعب، ده مسكن ورق كله والتاني بيغذيه. ما تحاسب انت كمان يا نصاب. يا بوسي السنتين بتوع طبل وقعوا في الخناقه. كده احسن. بنتك كروتتك وضحكت عليك، ركبت لك سنتين عظم يقعوا من اقل بنيه. سنتين الذهب كانوا اجمل وشكلهم احسن. احنا فيه نعدي على جورج نركبهم.
يا عادل، انت مش صلحت الابواب دي؟ ايوه. امال مالها يا ابني؟ يا ابواب شنايش، عاوز الرن. بالراحة يا جورج. عيب، ده أنا جراح. يعني كنت بتهزر وما متش ولا حاجة. هزار دمه تقيل. قصدك ايه؟ انك تسيبني؟ انا خدت عليك ولا عينك زغت على شونة تانية وعامل حكاية المد حجة عشان تخلص مني؟ طب انا خدت اني احكي للزباين عنك واقول لهم طبل الوحيد اللي قعدت معاه 10 سنين، مش عشان بنحب بعض، لا، في حاجة تانية بينا أجدع من الحب. طب أنا لما سمعت خبر موتك ندرت على نفسي، أنا وشوقية ورجوات وانشراح وتفيدة وبطة وكل الشون اللي كانوا يعرفوك، إننا ما نقابلش زباين لمدة أسبوع. حدد عليك. وانت عارف الشون كلامهم بيصفف على ما فيش. أنا عن نفسي اشتقت الزباين وفلوس الزباين، فرحت قطع الحداد وقلت في سر كلمتك: الحي أبقى من الميت. وعلى وشك الحلو قابلت النهاردة 5 زباين، بس يا خسارة كلهم قالوا لي يا حب انت النهاردة مش فورمة وحزينة شوية. خفت اقول لهم انك مت لا يستقوى عليا وياكلوا عرقي ويقولوا حب بقت وحيدة ما حدش حاميها.
بالحق بوسي ونونا وعادل عرضوا عليا انهم يكونوا مكانك ويحموني، وقالوا لي اختاري واحد منهم. انا قلت لهم اسالوا طبل الاول، هو اللي يختار، انا بتاعته. بس أنا برضه عيني فارغة، وكان نفسي في نونة. هو عامل مش واخد باله، وهو هرى جنبي قرص وزغت، هراني قرص.